أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الثقوب السوداء واحدة من الحاجات اللي بيقف قدامها المخ البشري وبيكون عاجز ومش مستوعب أي حاجة، وبيقال إن بيقف فيها الزمان والمكان. فخلينا نعرف بقى إيه هي الثقوب السوداء دي، ويا ترى بقى الثقوب السوداء دي جت منين، وهل بنقدر نشوفها ولا لأ؟ بتعتبر الثقوب السوداء هي مكان في الفضاء، والمكان ده بيكون ليه جاذبية قوية جدا لدرجة ان الضوء ما بيقدرش يهرب منها او يخرج. وطبعا كلنا عارفين ان احنا بنقدر نشوف لما الضوء بيخبط في حاجة وبيرجع لنا تاني او بينعكس، فبنقدر نشوف الحاجة دي. ولكن بالنسبة للثقوب السوداء، وبما ان هي بتمتص الضوء اللي بيوصل لها، فده معناه ان احنا ما بنقدرش نشوفها. والفكرة بقى في ان الثقوب السوداء بتمتص الضوء، فده بيرجع الى ان بعض النجوم بعد موتها وانفجارها بتقع تحت ضغط كبير جدا، وده بيكون في مساحة صغيرة. فالثقوب السوداء بتعتبر غير مرئية لينا كبشر، او بمعنى اصح احنا ما نقدرش نشوفها بالعين المجردة، وده لانها سوداء وبتمتص الضوء. ولكن بقى العلماء بيقدروا يستدلوا عليها عن طريق تلسكوبات خاصة، وده عن طريق مراقبة حركة النجوم الغريبة كويس جدا، لانها بتتصرف بشكل مختلف عن النجوم التانية. وبيعتقد العلماء ان في ثقوب سوداء كبيرة جدا، وبرضه بيبقى في ثقوب سوداء صغيرة جدا. والثقوب الصغيرة جدا دي ممكن تكون في حجم ذرة واحدة، ولكن بتبقى بكتلة جبل كبير جدا. ومن الحاجات الغريبة اللي احنا بنسمعها عن الثقوب السوداء ان في بعض العلماء بيفترضوا ان لو في شخص دخل او وقع جوه ثقب اسود هيفضل يتمدد بالطول زي المكرونة الاسباجيتي. ولكن في دراسات تانية اشارت ان لو اي انسان قدر يخش للثقب الاسود ده انه هيحترق على الفور، وكمان هيتبخر ومش هيكون ليه اي وجود على الاطلاق. اما بقى عن عدد الثقوب السوداء، ففي علماء بيقولوا ان في ارقام ضخمة جدا من الثقوب السوداء موجودة في مجرة درب التبانة. وبالمناسبة دي المجرة اللي فيها كوكب الارض اللي احنا بنعيش عليه. لو عايزين نعمل عنها فيديو اكتبوا لي في التعليقات. عايز اقول لكم ان في بعض الحاجات اللي احنا بنعرفها عن الثقوب السوداء، وفي حاجات اكتر بكتير جدا احنا ما نعرفهاش عنها، ولكن الدراسات ما زالت شغاله وبتدور في موضوع الثقوب السوداء لحد النهارده. وبس كده نكون خلصنا. لو عجبك بقى الفيديو ما تنساش اللايك الجميل واشترك في القناه عشان تنضم لعائلتنا الكبيره. وبس كده، سلام.